فيلو فارنسورث هو مخترع أمريكي معروف ورائد التلفزيون الأمريكي والذي يعد أهم اختراعاته. ولد هذا العظيم في 19 أغسطس عام 1906 في يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، ووالده هو لويس أدوين ووالدته هي سيرينا أماندا. درس في جامعة بريغام بونغ وقدم العديد من المساهمات الحاسمة في التطور المبكر لجميع الإلكترونيات والتلفزيون. من أفضل اختراعاته هو جهاز يعمل بكامل طاقته الإلكترونية، أنبوب كاميرا الفيديو، وهو أول نظام تلفزيوني كامل. وضع فارنسورث نظام للتلفزيون الكامل مع الكاميرا وأنتجه تجاريا عن طريق شركة فارنسورث للتلفزيون والراديو منذ عام 1938 حتى عام 1951. بعدها اخترع جهاز صغير للاندماج النووي والذي سمي فارنسورث هيرسشفيزر لتوظيف كهرباء الحبس بالقصور الذاتي LEC. وهذا الجهاز مع أنه غير عملي لتوليد الطاقة النووية فإنه يخدم كمصدر قابل للحياة من النيوترونات. وكان تصميم هذا الجهاز الملهم الأول لمفاعل الانصهار النووي الأخرى زي فيلو فارنسورث. أخذ فيلو فارنسورث 165 براءة اختراع ومعظمها في التلفزيون والإذاعة. اخترع التلفزيون في عام 1927 وهو لم يتجاوز 20 من عمره. سرق أحد الأشخاص مذكرات اختراعه ونسبه إلى نفسه وسارع بتقديمه للحصول على براءة الاختراع، فحزن فيلو فارنسورث جدا، ولكن سريعا تحول حزنه إلى فرح عندما سألت لجنة تحكيم الاختراعات السارق عن شيء في اختراعه لم يعرف يجيب عليه، ولم يستطع أي شخص آخر الإجابة على أسئلة اللجنة حتى وصلوا إلى فيلو فارنسورث الذي استطاع أن يجيب على السؤال وعلى كل الأسئلة الأخرى، فنسب إليه براءة الاختراع. طور فارنسورث نفسه مع علماء الأحياء أثناء عمله في جامعة بنسلفانيا، حيث طور طريقة تعقيم الحليب باستخدام موجات الراديو، كما اخترع شعاعا يخترق الضباب للطائرات والسفن. في عام 1951 تم الاستحواذ على شركة فارنسورث من قبل شركة الهاتف تلفزيون أند راديو كوربوريشن. انتقل بعد ذلك فارنسورث مع عائلته إلى يوتا في عام 1967 حتى يتمكن من متابعة بحثه في جامعة برغهام يونغ، ودعا موظفيه لمرافقته لسولت ليك سيتي كأعضاء فريقه في تأمين التمويل المطلوب، ولكنه فشل وتم حله بعد عام. توفى في 11 مارس عام 1971 عن عمر 64 عام بعد إصابته بالالتهاب الرئوي. تم تكريم فيلو فارنسورث بلوحة في انفنتورز سيركل إبكوت في عالم والت ديزني، وتم كتابة اسمه في مجلة تايم في قائمة أهم الناس في القرن في عام 1999. حصل على جائزة إيجل سكوت في عام 2006 وتسلمتها زوجته بيم، كما تم بناء تمثال برونزي له في مبنى الكابيتول، وسميت قمة في الطرف الشمالي لجبال أوكيرا على اسمه. ودي كانت حلقتنا عن العالم الكبير فارنسورث. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.